نتعرف بها معنا في هذا الصالون، صالون الإبداع الأصيل، الشاعرة خديجة مشقرون. قبل ما نبداو الحوار مع الشاعرة نتعرفوا عليها أكثر، ندير لنا نعطيكم واحد المبدأ على الشاعرة خديجة مشقرون. هي بطبيعة الحال من مواليد مدينة الرباط. إلى غلط في شي حاجة هي من مواليد مدينة الرباط، خريجة مدارس محمد الخامس، المدينة العتيقة. التحقت بالوظيفة العمومية لوزارة التعليم قسم المفتشين، وبطبيعة الحال المسيرة ديالها الإبداعية تفقد لمشاركة في عدة ملتقيات ومهرجانات وطنية. واحد النقطة مهمة ما عرف واش صحيح ولا لا ديالو هي السيدة خديجة مشقرون عاملة ضمن نساء الحركة الوطنية. كاين هادشي كنت على مستوى الإبداع، كنت عندها الحضور في عدة مهرجانات وملتقيات، وحظيت بعدة تكريمات. أظن وقيل لكم سباقين هذا اللي فرضت تقديم على الشاعرة سميرة الرحابي، وخلاص بغيت نقولها العاشقة للشاعرة خديجة مشقرون. الفرصة اللي تحت في اليوم وكان الذي ألف بين قلبين تحابا لله هو نفسه القدر الذي ساق لي هذه الفرصة لأقول كلمة في حق شاعرة تربعت في صدري، وأكن لها من المحبة ما لا أستطيع أن أعبر عنه بالكلمات. لقد آثرت أن تكون شهادتي في حق الشاعرة خديجة مشقرون مقرونة بمحاولة بسيطة في اقتحام محرابها الشعري من خلال ديواني عاشقة ولا تقل شئنا. يشكل الغلاف عتبة مهمة لولوج المتن الشعري بوصفه هوية بصرية، وأول ما يحقق التواصل مع القارئ قبل النص ذاته، بل إنه يعتبر سندا للدلالة المضمونية. ومن ثم فإن تصميم الغلاف في الديوانين معا إشارة قوية وواضحة للمضمون بما يمكن أن يرمز إليه القلوب من تحولات قد تعني الصحوة الروحية وتجديد القوة مع حلول الليل، كما قد يكون إشارة إلى النهايات والبدايات الجديدة. إن ألوان غروب الشمس الأحمر، الأرجواني، الذهبي، الرمادي إلى غير ذلك تعبر كما هو معروف في فن التشكيل عن المشاعر والأفكار المختلفة والمتنوعة، من تعايش الخير والشر في المجتمع إلى النسيج المحقق للجمال والحب والغموض. وسواء أثار غروب الشمس شعورا بالحزن أو الرهبة، فإنه بمثابة استعارات قوية لتعقيدات التجربة الإنسانية المذهلة. لقد اختارت الشاعرة خديجة مشقرون التعبير عن مشاعرها وأفكارها بأسلوب شعري بسيط وبطريقة طبيعية وواضحة بعيدا عن التكلف والتعقيد اللغوي. تقول الشاعرة منتشية بالحب: إذا دبت نشوة الحب في جسد تونعه، تزهره، تطعمه وترويه، إلى أن تقول: إذا دبت نشوة الحب في جسد تسكره، تراقصه، وبأشواك الشوق تدميه. ديوان عاشقة، صفحة 42. إن شاعرتنا لا تستثني الجسد من التأوه والألم، فالجسد في نظرها ليس مجرد وعاء للروح والمشاعر، بل إن الجسد يتأثر
بنشوة الحب، تناجيه، تداعبه، تبكيه، تحايله، تسكته، تلقيه بين أمواج الهوى وتغرقه فيه، تنعشه، تقتله ثم تحييه. ديوان عاشقة صفحة 43. فالحب عند شاعرتنا يدب في الجسد دبيب الروح. إن الشاعرة خديجة مشطرون تعيش حالة حب أقوى من الحب. تقول: شيء بي أقوى من الحب وأعنف، أحسه وحدي وعند غيري من العشاق لا يعرف. إلى أن تقول: قويا جبارا لطيفا من اللطف ألطف. ديوان عاشقة صفحة 33. وتقول في قصيدة ثوب العشق صفحة 20: ديوان لا تقل شئنا، لبست ثوب العشق منذ الصبا، فبليت ولا زال الثوب باقيا. سألت قلبي إلى متى التهور في الهوى، سألت قلبي إلى متى التهور في الهوى. كان رده خفقا ونبضا عاليا. ومن النشوة في الحب إلى الشعور بالحزن والألم والاحتراق. تقول الشاعرة في ديوان عاشقة صفحة 30: قدر علي في هواك أن أحترق، أن أحتمل الآلام وأحمل الأحزان، طقت ذلك أم لم أطق. وتقول أيضا في قصيدة المتغطرس صفحة 37 من ديوان لا تقل شئنا: أيها المتغطرس في الحب، كفاك تعنتا وغرورا، قد شيدت على أرض أحزاني من الحبور قصورا. وتجدها في قصيدة أشجار صفحة 5 من ديوان لا تقل شئنا. تقول معبرة عن حالة الإحباط التي انتابتها: أثقل السهد عيوني وأشفاني، غرقت بين آلامي وأحزاني، تبخرت كل أحلامي، تلاشت كل الأماني، وما زالت أشجاني ملفوفة في أكفاني، ملقاة في عمق وجداني، أراها ولا تراني. إن الشاعرة خديجة مشطرون استطاعت ببساطة شعرها أن تحملنا معها في قوارب تميد بنا في بحر تجربة إنسانية صادقة، دون أن تستقر بنا على شاطئ. فهي دائمة السؤال: من أنت ومن تكون؟ أحقيقة أم وهم أم ظنون؟ في لا تقل شئنا صفحة 43. وفي قصيدتها صراع تقول متسائلة: أهو شيء يشترى أم يباع؟ أهو خفقة قلب أم نشوة روح أم رغبة جامحة للإشباع؟ صفحة 28 من ديوان لا تقل شئنا. وفي ديوان عاشقة أيضا صفحة 54 تتساءل فتقول: ما لي أرى لون الدنيا في عيني بهت، ما لي أرى السماء مظلمة من أنجمها خلت. إلى أن تقول: ترى هل في قلبك حب لي مقيم، أم ساعات من لهو وعبت. إن تجربة الشاعرة خديجة مشطرون الشعرية تكاد تفند مقولة أعذب الشعر أكذبه، لتثبت بأن عذوبة الشعر تكمن في الصدق في التعبير عن المشاعر، بدءا من الإعجاب إلى العشق الشديد ووصولا إلى الحنين والفقدان. إن جذوة الحب لدى الشاعرة خديجة مشطرون ظلت متقدة رغم ألم الفقد. لقد ظلت خديجة الشاعرة الإنسانة وفية لحب مختلف، نقشت قصته بأحرف من نور على صخور من جرفت ولن تنجرف. صحف 40 من ديوان عاشقة. ثقة تستحق هذه القصيدة. لقد ظلت وفية لتجربة حب كتب لها الفراق، بيني وبينه عهد من الوفاء، لا ينفك بالموت ولا
ولا ينحل. أنا إذا درست عيوني دمعا عليه حسرة فلكي ترتوي تربته وتبتل. فلا سلمت بعد رحيله جفون، ولا استقر بعد فقدانه الكحل في المقلقات. أنا أقدرها، لدي مهمة صعبة جدا، لأنني لست أمام إنسانة شاعرة فقط، ولكن أمام إنسانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا أعي جيدا ما أقول كما كل الحضور الكريم. ومن ثم ففي اختيار قصيدتي الراحل ديوان عاشقة ورحل عني ديوان لا تقل شيئا، اللذان ختمت بهما الشاعرة ديوانيها إشارة قوية إلى نهاية حتمية عبر عنها نزار قباني فقال: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال. هكذا تكون تيمة الحب هي محور النقد الشعري لدى الشاعرة خديجة بوشكرون. يعكس ذلك أيضا المعجم اللغوي عامة وعناوين القصائد خاصة. قدر أقوى من الحب، جنون الهوى، لحظات عشق، الحب العارم من ديوان عاشقة، والحب الأسطورة، توب العشق، القلب الثائر، رفقا حبيبا من ديوان لا تقل شئنا. وأخيرا أتمنى أن أكون قد وفقت ولو قليلا في إظهار مشاعر إنسانة غالية جدا على قلبي. عرفتها شفيفة الروح، صادقة مع مشاعر، محبة وفية، اجتمع فيها من المحاسن ما تفرق في غيرها. وختام أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الإبداع النصير على كرم الدعوة وعلى إتاحتها لي هذه الفرصة الثمينة التي استطعت من خلالها ولو قليلا أن أعبر عما اكتنز في صدري منذ أتاحت لي الفرصة اللقاء بشاعرة أحببتها وأحبها وسأحبها للأبد. سمونني شاعرة الرجل، ولهذا أنا اخترت هذه القصيدة. أربع لوحات أضرمت لهيب الوجود واستعذرت كأس عذاب وشقوة، واستطابت عيناك الكرام حين صر الكرام من. لا تعجب لقلب قد تيمه الهوى، قد أعدت له صبابة وصباه وصفوة. جسم سقيم وروح معذبة وفكر شارد عجزت عن كبح جماح قدرتي. هذا ليس مني ضعفا ولا ملكة ولا مذلة، ولكنه الحب في أعنف صورتي. قد عرفت مولده ونشأته وما عاناه من كسور وكبوة. هو حياتي واتجاهي وقلتي، وفي زواله لا محالة محنتي. لم يزدني وصلك إلا شغفا والتحاما بين أشواقي إليك ولوعتي. وعلى مدى فكري عرفت لوحات الهوى، ومن دم يلقاني لونت أروع لوحتي.